أم محمد سعد ست كبيرة عندها 61 سنة، شغالة على باب الله، عندها كوم لحم عاوزة تصرف عليهم بالحلال، شغالة في محل مصمت في الأنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية. طبعا المصمت زي ما أنت عارف هو اللي بيعمل لحمة الراس والكوارع والحاجات دي. بيقول لك يعني لو عايز ترم عظمك روح المصمت وكل كوارع. كانت شغلانة أم محمد إنها تنظف الكوارع، قعدت سنين شغالة الشغلانة دي، والشغلانة دي تعتبر من الشغلانات الصعبة جدا لأنها بتتعامل مع رجل الذبيحة البقر أو الجاموس أعزكم الله، وكانت صابرة على الشغلانة عشان أكل العيش مر، وعايزة تعيش بالحلال وهي ست كبيرة مش هتلاقي مكان تاني يشغلها أو ياخدها أو يقعدها عنده. لحد هنا الأمور كانت ماشية بشكل طبيعي، لحد ما الحاجة أم محمد كلمت الجزار اللي شغالة معاه وطلبت منه مستحقاتها يوميتها، يعني اللي بقالها كام يوم ما خدتهاش. الناس دي شغالة على باب الله، شغالة باليومية يوم بيوم. طلب عادي بتطالب بحقها، بس طبعا الجزار ما عجبوش الكلام وما كانش ناوي يدفع دلوقتي. الحاجه ام محمد قالت له انها مش هتعمل شغل جديد غير لما تاخد حق الشغل القديم حقها. الجزار برضه ما عجبوش الكلام، بعت لها اخوه يحذرها من طريقه التعامل بالشكل ده ويطالبها باستكمال الشغل الجديد. هو انت مش عارفه انت بتكلمي مين؟ لكنها اصرت. رجع الاخ لاخوه وقال له انها اكدت انها مش هتعمل حاجه جديده غير لما تاخد حقها المتاخر. طبعا الجزار ما عجبهوش، ازاي ست غلبانه تتكلم معاه بالشكل ده، ازاي ترفض له طلب. الجزار غلي الدم في عروقه، طلع يجري وركب دراجته الناريه الموتوسيكل او الفيسبا. وصل عند الحاجه ام محمد وكان معاه كرع في ايده، وقبل اي كلام وحوار رفع الكرع وبعدين نزل بيه على راسها بكل قوه. الست العجوزه اللي عندها 61 سنه وقعت على الارض. الناس واقفين مش مصدقين اللي بيحصل، هو ايه اللي حصل لكل ده؟ لكن محدش اتحرك من مكانه ولا حتى حاول يدافع عن الست الكبيره الغلبانه الحاجه ام محمد. محدش جرأ على التدخل. طب ليه؟ هل الخوف من بطش الجزار وعائلته جعل الجميع يلتزم الصمت وكأنهم ما شافوش حاجه؟ أم أن السلبية واللامبالاة هي اللي سيطرت على المجتمع المصري وبقت هي الشاهد دلوقتي في المجتمع؟ الجزار ما اكتفاش بضربة واحدة، لكنه كمل ضرب ولكمات على وشها لحد ما سال الدم من راسها وبدأت عينيها في الانتفاخ بسبب الضربات العنيفة. 15 غرزة خدتها السيدة المسنة أم محمد عشان تعالج الجرح اللي سببه هذا الجزار المنعدم الضمير والإنسانية. لحسن الحظ لم تمر الجريمة دون رد فعل. بلاغ عاجل وصل لمديرية أمن الإسماعيلية، تحركت الأجهزة الأمنية سريعا وألقت القبض على الجزار. تم تحرير المحضر بالواقعة وإحالة الجاني إلى النيابة العامة للتحقيق. 15 غرزة خدتها أم محمد في راسها ممكن تلتئم مع الوقت، لكن الجرح النفسي اللي تركه هذا الموقف لن يمحى بسهولة. والسؤال، إلى متى تظل بعض القلوب قاسية إلى هذا الحد؟ وإلى متى يظل البعض يخاف من قول كلمة الحق أو مواجهة الظلم والظالم؟ أسئلة تستحق البحث عن إجابة. لو حد من حضراتكم بيسمعني دلوقتي عنده إجابة يكتب لنا في التعليقات. ولو عجبكم المحتوى اللي بنقدمه ما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. إلى اللقاء.